ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هعمل لكم صوص لذيذ لذاذه خطيره يا جماعه، بجد مش معقول. انسوا اي وصفه جربتوها لصوص الجبنه وتعالوا نشوف هنعمله ازاي. بس قبل ما نبدا ما تنسوش اللايك والفولو واشتراك في قناه اليوتيوب، ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. اول حاجه عندنا 1.5 كوباية من اللبن، هنحط عليهم معلقه كبيره مليانه دقيق وهنقلبهم مع بعض على البارد لحد ما يختلطوا ببعض كويس، ونحاول على قد ما نقدر ندوب الدقيق كويس وما بقاش فيه اي كتل صغيره للدقيق كده. بعد كده بقى باخده برفعه على نار بين المتوسطه والهاديه، بحط عليه رشه ملح صغيره خالص، يعني تقريبا ربع معلقه بس من الملح، وهفضل اقلب فيه، ايدي ما تتشالش منه ابدا لحد بس ما يبتدي يتقل. مش هسيبه لحد ما يتقل خالص، يا دوب بس يبتدي يتقل. اول ما نحس ان القوام ابتدى يتقل معانا هنزل عليه ب 200 جرام جبنه شيدر مبشوره، ومهم قوي نوع الجبنه اللي نستخدمها يكون نوع كويس. وبنستمر في التقليب على نار بين المتوسطه والهاديه لحد ما الجبنه بتدوب تماما معانا. بعد كده بنضيف شوية صغيرة خالص من اللون الأصفر، جل أو باودر المتوفر عندكم استخدموه. لو جل هتضيفوا نقطة واحدة بس، ولو باودر هتستخدموا حبة صغيرين خالص زي اللي أنا استخدمتهم كده، يعني أقل من ربع معلقة وممكن أقل شوية كمان. وهو ده السر اللي بيدي للصوص اللون الأصفر الحلو بتاعه ده. الألوان الغذائية بنشتريها من عند العطار أو عند أي حد بيبيع مستلزمات الحلويات. بعد كده هضيف نص معلقة صغيرة من طعم الجبنة. الطعم ده بنجيبه من عند العطار، وهو ده اللي بيقوي معايا طعم الصوص. مجرد بس ما طعم الجبنة ده يدوب كده في الصوص وكل المكونات تختلط ببعض، خلاص انا بشيل الصوص من على النار. ما بتستنوش ابدا ان هو يتقل اكتر من كده. هو ده قوامه، شايفين قوامه عامل ازاي؟ هو مش خفيف خالص، وفي نفس الوقت هو مش القوام التقيل بتاع الصوص. وده شكله وقوامه اول ما رفعناه من على النار. هتحسوه خفيف شوية كده، ولكن بعد ما بيهدى بيتقل معانا، قوامه بيتظبط جدا وبيوصل للشكل اللي انتم شايفينه ده. وما تقلقوش خالص من ان انتم تلاقوه تقل قوي لما تركنوه شوية او تسيبوه في التلاجة لتاني يوم. مجرد بس ما هتقلبوه شوية صغيرين هيوصل للقوام اللي انتم شايفينه ده. يعني انا الصوص ده هنا كان قاعد عندي في التلاجة لتاني يوم، ولما جيت طلعته حسيته متماسك، يعني قوامه تقيل شوية. مجرد بس ما قلبته شوية بقى بالشكل اللي انتم شايفينه ده. تقدروا بقى تعملوه تحتفظوا بيه في التلاجة، بيقعد لحد اسبوع ما بيجرالوش اي حاجة ابدا. ولو عايزين تقعدوه فترة اطول بتشيلوه في الفريزر. تقدروا كمان تعملوه كل مرة على قد الأكلة، بس هو ما بياخدش وقت إطلاقا. الموضوع بجد يا جماعة مجرد دقايق، وحقيقي من أحلى وأنجح وصفات صوص الجبنة. لما تجربوه هتدمنوه ومش هتصدقوا أبدا إن هو معمول في البيت. وكلنا طبعا بنعشق صوص الجبنة مع البطاطس المحمرة والمكرونة والبرجر والفرايد تشيكن. هو اصلا من حلاوته هتاكلوه بالمعلقه كده. اهم حاجه بس زي ما قلت لكم ان نوع الجبنه يكون كويس، لان هو ده اساس الوصفه عندنا. وتاني حاجة مهمة ان احنا ما بنسيبهوش على النار لحد ما بيتقل، هو بس مجرد ما المكونات تختلط ببعض ويوصل للقوام اللي انتم شفتوه. لو سبتوه لحد ما يتقل تماما ويوصل للقوام ده، على ما يبرد هيبقى بودنج جبنة مش صوص جبنة خالص. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش اللايك والفولو واشتراك قناة اليوتيوب، وبألف هنا وشفا على قلوبكم.